إلا كنت كتظن أن انتخابات المغرب 2026 غير حدث سياسي عادي فراك غلط، فربما غادي تبدل رأيك من بعد هذا الفيديو، لأن هذه الانتخابات جاية في واحد الوقت اللي حساس بزاف مع غلاء المعيشة والبطالة وإصلاحات كبيرة وانتظارات المواطنين اللي ولات كبر من أي وقت فات. السؤال الحقيقي هو واش المغاربة غادي يجدوا الثقة في الأحزاب الحالية ولا غادي تكون مفاجآت سياسية تغير المشهد كامل؟ بقى معايا حتى الاخر لأن التفاصيل اللي غادي تعرف اليوم كفيلة تخليك تشوف الانتخابات بنظرة مختلفة. اليوم المغرب كيتجه نحو انتخابات مجلس النواب المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وهي الانتخابات اللي غادي تحدد شكون غادي يقود الحكومة في السنوات المقبلة. ومع اقتراب الموعد المنافسة بدات كتسخن والأحزاب السياسية بدات كتوجد البرامج ديالها والتحركات باش تقنع أكبر عدد من الناخبين. ولكن هاد المرة الأجواء مختلفة، المواطن المغربي كيهضر بزاف على القدرة الشرائية، أسعار المواد الغذائية، فرص الشغل، التعليم، الصحة والسكن. هاد الملفات ولات هي المعيار الحقيقي اللي غادي يحكم به الناس على أي حزب كيطلب ثقته. المنافسة ماشي غير على المقاعد داخل البرلمان ولكن حتى على ثقة المواطنين. كل حزب كيحاول يقدم نفسه على أنه عنده الحلول، لكن الناخب المغربي اليوم ولا كيسول أكثر وكيبغي يشوف النتائج قبل الوعود. كاين كذلك اهتمام كبير بمشاركة الشباب، لأن في كل انتخابات كيبقى السؤال مطروح: واش الشباب غادي يشارك بقوة ولا نسبة المشاركة غادي تبقى محدودة؟ هاد الفئة تقدر تقلب موازين النتائج إلا شاركت بكثافة. ومن جهة أخرى مواقع التواصل الاجتماعي ولات لاعب أساسي في الحملة الانتخابية. الفيديوهات القصيرة، النقاشات والمناظرات الرقمية ولات كتأثر على الرأي العام أكثر من أي وقت مضى، وهذا الشيء كيخلي المعركة الانتخابية ما بقاتش غير في الساحات بل حتى في الهواتف ديال المواطنين. وبالنسبة للمواطن العادي نتيجة الانتخابات غادي يكون عندها تأثير مباشر على الحياة اليومية. أي حكومة جديدة غادي تلقى قدامها ملفات كبيرة بحال تحسين الخدمات، دعم الاقتصاد، خلق فرص شغل ومواجهة تحديات المعيشة. في النهاية الانتخابات ماشي غير يوم للتصويت ولكن اللحظة كيختار فيها المواطن شكون غادي يمثل صوته خلال السنوات المقبلة. والأنظار كلها دابا متجهة نحو شهر شتنبر باش نشوفوا شكون غادي يقدر يقنع المغاربة بثقة جديدة وشكون غادي يلقى صعوبة في الحفاظ على المكانة ديالو. ودابا جا الدور عليكم، شنو كتشوفوا؟ واش انتخابات 2026 غادي تجيب تغيير حقيقي ولا كتوقعوا استمرار نفس التوازنات السياسية؟ كتبوا رأيكم في التعليق وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم آخر الأخبار والتحليلات أول بأول.